ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن أهم وأشهر أنواع الكلاب المنقرضة واللي ساهمت في شكل أساسي في امتداد بعض السلالات اللي بنشوفها النهاردة. يلا بينا نبتدي. رقم 5، التويد ووتر شبانيول، كلب إنجليزي تم استخدامه في صيد الطيور المائية. انقرض في القرن ال19 وبتنحدر من سلالة معظم أنواع الشبانيول والريتريفرز، وأشهرهم الجولدن ريتريفر اللي بيتميز بطبعه الأليف وشخصيته الاجتماعية وحبه للناس والحيوانات. رقم 4، الإنجليش وايت تيرير، كلب صيد إنجليزي تم استخدامه في صيد القوارض. انقرض في نهاية القرن ال18، بتنحدر من سلطة معظم أنواع التيرير الإنجليزية اللي بنشوفها النهاردة، وأشهرها البول تيرير واللي بيتميز بقوته الجسدية وطبعه العنيد وحبه للعب. رقم 3، كلب التالبوت، كلب صيد إنجليزي فرنساوي اشتهر في العصور الوسطى. انقرض في نهاية القرن ال18، بتنحدر من سلالته معظم أنواع كلاب الهاوند أو الصيد التتبع، وأشهرها كلب الباسيت هاوند الفرنساوي اللي بيتميز بحبه للاستكشاف والتتبع وشكله المضحك وشخصيته البهلوانية، ويعتبر من أفضل كلاب الأسرة. رقم 2، كوردوبا فايتنج دوج أو كلب كوردوبا المقاتل، كلب أرجنتيني اتعرف بشراسته وبنيته القوية. كان بيتم استخدامه في مصارعة الكلاب واللي أصبحت شيء غير قانوني بعد كده. في بدايات القرن العشرين انقرض، ولذلك تم تهجينه قبل ما ينقرض مع كلاب ماستيف وكلاب صيد عشان ينحدر من سلالته بعد كده الدوجو أرجنتينو، وهو كلب صيد وحراسة وبيتميز بشراسته وشجاعته وجسمه العضلي. رقم 1، كلب الميلوسس، كلب إيطالي يوناني تم استخدامه في عصر الإمبراطورية الرومانية في الحروب، وتم استخدامه في الحراسة كمان. انقرض في القرن الثاني الميلادي بعد انهيار الحضارة الرومانية، ولكن بينحدر من سلالته تقريبا جميع أنواع الماستيف المتعارف عليها دلوقتي، وأشهرها النيابولتان ماستيف، وهو كلب إيطالي بيتميز بقوته الجسدية وشجاعته ووفائه لصاحبه، وبيتم استخدامه في الحراسة، ويعتبر أقرب كلب من ناحية الشكل لكلب الميلوسس. شكرا للمشاهدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.